السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. صلى على النبي يا حبايبي، عشان بالصلاة على النبي تطمئن قلوبنا. صاحب القصة بتاع النهاردة بيقول ان هو متجوز ليه حوالي 4 سنين. بيقول ان هو قبل الجواز كان مرتبط بوالدته. وعلى فكرة هو قال لي اقول على اسمه، هو اسمه الاستاذ حسين. استاذ حسين بيقول ان قبل الجواز، ان هو متجوز ده 4 سنين، وقبل الجواز كان مرتبط بوالدته جدا. يعني بيقول اي حاجة كانت بتحصل معاه بيحكي لها عليها. والأستاذ حسين مش هو الوحيد طبعا عند والدته، الأستاذ حسين ليه 3 تاني غيره شباب، وليه أختين بنات. أستاذ حسين بيقول من ساعة ما اتجوزت وحس إن والدتي زعلانة مني على طول، وعلى طول بتعمل مشاكل معايا أو مع مراتي. بيقول قبل الجواز كنت بحكي لها على أي حاجة بقى في الشغل، أي حاجة حصلت في الشغل بقى أحكي لأم عليها. اي حاجة حصلت مثلا بيني وبين اخواتي بحكي الام عليها. اي حاجة حصلت مع اي حد، مع اصحابي مثلا، بقول باجي واحكي الام عليها. بقول مش معنى كده ان انا ابن ام ولا حاجة، ده الاستاذ حسين اللي بيقول كده. بقول مش معنى كده ان انا ابن امي بقى وباجي احكي لها على اي حاجة والكلام ده. بيقول لا، بقول انا وامي بينا وبين بعض زي صداقة صحوبية، يعني مش اللي هي أم وبس، اللي هي أم وصاحبتي وكل حاجة ليا في الدنيا دي. ربنا يخليها لك يا رب يا أستاذ حسين، ويبارك لك فيها، ويخليكوا يا رب لبعض، متحرمش منها أبدا. بيقول أنا وأمي يعتبر أصحاب، علشان كده أي حاجة كانت بتحصل معايا كنت بحكي لها عليها، ومن غير أنا ما أحكي لأمي على أي حاجة. هي كانت مثلا تسألني لو شافتني زعلان مالك في إيه، فبحكي لها. بقول لها مثلا لو في حاجة حصلت معايا بره في الشغل بتاعي مع أصحابي الكلام ده، فبقول لها. ودايما كانت بتكبر بخاطري، ولو زعلان مع حد من صحابي ولا حاجة، أو حد من صحابي زعلني، كانت تقول لي طب معلش، جايز زعلان، جايز ما كان مشغول بحاجة والموضوع جه فيك انت، الكلام ده كده. طبعا أستاذ حسين بيقول من ساعة ما اتجوزت وبقى ليا حياتي المستقلة لوحدي، بقول له طبعا ما بقعدش مع امي ولا اتكلم معاها زي الاول، بحكم شغلي بقى، وبحكم ان انا خلاص بقى ليا بيتي وليا حياتي الجديدة والكلام ده. بيقول لي خلاص ما بقيتش اتكلم مع امي زي الاول. فبيقول طبعا بقى اي حاجة دلوقتي بيحكيها لمراته من ساعة ما اتجوز. بيقول برضو لو في اي حاجة، بيقول برضو كان متعود بيحكي للعروسة قبل ما يتجوز والكلام ده، كان أي حاجة برضو بتحصل بيحكاها لعروسته كده. لكن دلوقتي المشكلة إن على طول والدته هي اللي زعلانة. بقول حسيت إن هي بعدت عني. بقول بس البعد مش مني أنا، أستاذ حسين بيقول البعد مش مني أنا، مش عشان أنا اتجوزت فبعدت عنها فالبعد جاي من عندي. قال لي لأ، قال لي دلوقتي لما بقعد أكلمها بحس إن هي متغيرة، لأن مش بتكلم معاها طبعا زي الأول. بقول أول مثلا كنت بروح الشغل كنت ببقى قاعد معاها وقت طويل، لو خرجت ورجعت برضو بقعد معاها الكلام ده. بقول دلوقتي طبعا حتى لو قعدت معاها مش بيبقى كل يوم ومش بيبقى على طول، يعني بقول ممكن اقعد معاها في الاسبوع مرتين 3، اروح مثلا اشوف امي ابص عليها اقعد معاها الكلام ده. بقول لي لكن طبعا مش زي الاول، مش زي ايام ما كنت عايشين مع بعض انا وهي في بيت واحد. بقول دلوقتي حسيت ان هي متغيرة، ما في حاجة، في حاجز ما بيني وما بينها، ما اعرفش ليه.
بيقول فاتت الايام وقلت لاختي ان انا حاسس ان امي متغيره من ناحيتي من ساعه ما اتجوزت، وانا مش حاسس ان احنا زي ما كنت معاها الاول او زي ما كنا مع بعض الاول، مش قريبين لبعض زي الاول. فراحت اخته قالت له جايز يمكن عشان انت اتجوزت وبعدت عنها، فانت دلوقتي بقى ليك حياتك بقى المستقله والكلام دوت، فانت حاسس الاحساس ده، لكن امك ايه اللي هيغيرها من ناحيتك؟ ده اخته اللي بتقول له الكلام ده. قال لها لا انا حاسس بكده، ان هي متغيره من ناحيتي ومش معايا زي الاول. استاذ حسين بيقول لاخته حتى لما بقعد اكلمها ما بتاخدش وتدي معايا في الكلام زي الاول، بحس ان هي عادي، يعني مش فارق لها ان انا اتكلم معاها او كده. بقول عدت فتره كبيره وبرضه نفس الاحساس عندي والكلام ده. بقول حتى لما بقت تيجي عندي الاستاذ حسين امه تروح عنده البيت، بيقول لي بحس ان هي مش مرتاحه وبتخلق اي مشكله ما بينها وبين مراته، اللي هو ايه، انت فاكره نفسك ان انت خدتيه، انت خلاص ما انت استوليتي عليه خلاص، ما هو خلاص بقى بتاعك انت. اللي هو الكلام ده بيقول لي بتخلق مشكله باي طريقه وتقعد تقول الكلام ده لمراتي. بيقول مراتي ما بتردش، يعني بيقول مراتي ما بتكونش عامله حاجه تستاهل عليها ان هي تسمع الكلام ده، فما بتردش على حماتها. استاذ حسين بيقول ما بتردش، مراتي بتستغرب الكلام اللي امي بتقوله لها. بقول ما بكونش انا موجود في الوقت ده، بكون انا بره في شغلي او في اي مكان، وبرجع بعد كده والاقي مراتي بتقول لي ده ماما قالت لي كذا، بتقول لي خلاص وانت فاكرك ان انت نفسك ان انت خدتيه. ده مرات الاستاذ حسين بتحكي لجوزها على اللي حماتها قالته لها. هو انت خلاص فاكره نفسك ان انت خدتيه، خلاص ما انت استوليتي عليه، الكلام ده. قال بصراحه ما كنتش مصدق اللي مراتي بتقوله، لحد ما حصلت برضو مشكله وانا قاعد ولقيت امي بتعيد نفس الكلام. ما انت خلاص خدتيه، ما انت خلاص بقى بتاعك انتي، ما انا خلاص ما بقتش في حياته، ما هو خلاص نسيني، ما هو خلاص بعد عني، الكلام ده. استاذ حسين بيقول ماما صعب عليها وقعدت تعيط، مع ان امي اللي عماله تقول لي لمراتي كلام مش حلو وكلام يعني مش عارف هي امي بتقوله ازاي. يعني استاذ حسين مستغرب، بيقول انا مش عارف امي بتقولي الكلام ده ازاي، بيقول الكلام ده حصل وهو قاعد. بيقول لي امي صعب عليها وقعدت تعيط، واستنيتها لما هديت، قعدت اصالحها واحايل فيها، وقالت لي اه ما انت من يوم ما اتجوزت انت بعدت عني، انت بقيتش بتاعي، ما خدتك مني. بيقول انا مستغرب الكلام اللي امي بتقوله، بيقول مع ان انا امي مجوزه اتنين، يعني بالاستاذ حسام بيقول انا ليا اتنين اخواتي متجوزين، عمر ما امي عملت معاهم نفس اللي عملته معايا. يعني استاذ حسين مستغرب، بيقول انا ليا اتنين اخواتي متجوزين وليا اخت متجوزه، عمر امي ما عملت كده مع جوز اختي، وعمرها ما عملت كده مع اخواتي اللي هم متجوزين من قبلي، ولا قالت لاخواتي الرجاله كده، ولا قالت لمراتاتهم كمان الكلام ده. بيقول بقيت مستغرب الكلام اللي انا بسمعه، هو ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ ايه خدتني منك وبعدتني عنك والكلام ده؟ بقول لها قعدت ابوس على دماغها وابوس على ايديها، والله يا ام انا عمر ما حد ياخدني منك ابدا، ده انت امي، انت نور عينيا، انت حياتي كلها. قال لي بقى كل اللي جاي عليها ان هي عماله تعيط وبس، وانا واخدها في حضني، اللي هي عماله تعيط وبس. بيقول لي انا مش عارف اعمل ايه مع امي، استاذ حسين بيقول لي انا مش عارف اعمل معاها ايه. بيقول لي اللي انا مستغربه ان ما عملش كده مع اخواتي، انا الوحيد اللي عملت معايا الكلام ده.
بقول له الكلام ده من ساعة ما اتجوزت، وبدأت تعمل مشاكل على طول مع مراتي، واليات كلامها مع مراتي اللي هو ما انت خدتيه خلاص، بقى بتاعك انت خلاص، ما هو بقى ليكي، ما بعد عني، ما نسي امه، الكلام ده. والله يا استاذ حسين اللي انا اقدر اقوله لك ان والدتك مرتبطة بيك جدا، يمكن عن اخواتك التانيين اللي هم التلات شباب، اللي انت حضرتك قلت انا ليا 3 اخوات، هي مرتبطة بيك انت بالذات عن اخواتك التانيين اللي هم التلات شباب التانيين. انت بدليل عن كده انت بتقول ان هي عمرها ما قالت لاخواتك، انت ليك 2 متجوزين وليك اخت متجوزة، انت بتقول عمرها ما قالت الكلام ده لا لجوز بنتها، ولا قالته لاخواتك، ولا قالته لمراتاتهم، ما قالتهوش لحد غير ليك انت وبس، لانك انت القريب منها، انت القريب لقلبها عن بقية اخواتك، او انت ليك حتة كده عندها، حتة خاصة كده جواها، ما فيش غير كده. وجيت لما حضرتك اتجوزت، هي خلاص شافت الاهتمام قل شوية، شافت ان انت بعدت عنها حبة، شافت ان انت كلامك بقى قليل معاها. ليه بقى هي حست الاحساس ده؟ بحكم ان انت خلاص بقى ليك حياتك الجديدة، ليك الحياة بتاعتك اللي هو اتجوزت خلاص، بقى ليك بيت لوحدك مستقل، الكلام ده. والدليل عن كده ان انت بتقول بتروح لها في الاسبوع مرتين او 3، يعني مش اللي انت معاها على طول. يعني انت الاول كنت بتنام معاها وبتقعد معاها وبتتكلموا مع بعض، وبتحكي لها عن اي حاجة، اصحابك، شغلك، حياتك، الكلام ده دلوقتي مبقاش فيه. هي حست ان انت بعدت عنها، فانت حاول حضرتك على قد ما تقدر تقرب منها، مش هنقول زي الاول، بس على قد ما تقدر قرب منها شوية. فانت حاول حضرتك على قد ما تقدر ان انت تقرب منها. انا مش عارفة، يعني مش عارفة اقول ايه. في امهات كتير لما ولادها بتتجوز بتبقى فاكرة ان الزوجة خلاص خدت ابنها منها، اللي هو خلاص بقى بعد عنها بقى، وكان هو الاول معاها، اكل هي بتاكله، ولو نايم هي بتصحيه، ولو في اي حاجة بيحكي لها عليها فعلا زي ما حضرتك بتقول. لكن لما الشاب بيتجوز طبعا بيبقى ليه حياته التانية، حياته المستقلة، فالأم مش بتستوعب الكلام ده، أو بتحس إن في واحدة تانية خدته منها. بس أنا عايزة أقول مامة حضرتك إن حبك أنت حاجة ليها، وحبك لمراتك ده حاجة تانية، فهي حاسة إن الحب اللي كنت بتحبه لها اتحول لمراتك، وده طبعا مش حقيقي، لأن حب حضرتك حاجة وحبه لمراته حاجة تانية. فعمر ما فيه واحدة هتيجي تاخده منك، مفيش أي واحدة هتاخد الابن من مامته أو الكلام ده. وربنا يا رب يصلح لكم الحال ويهدلك الحال يا أستاذ حسين، وحاول تقرب منها، حتى لو مش هترجع زي الأول تتكلم معاها وتقعد معاها وتحكي معاها والكلام ده، بس حاول حضرتك على قد ما تقدر إن أنت تقرب منها علشان خاطر نفسيتها ما تتعبش. وصلوا على النبي حبايبي، عشان بالصلاة على النبي تطمئن قلوبنا. وما تنسلوش باللايك وبالاشتراك عشان عيلتي الصغيرة تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.